معاكم داي. والله يا جماعة الخير انه الدياسة باخر كم يوم زادت يعني، وبتلاقي الواحد فيها نازل ببيع فيها شرفه، بطلع اخته، بصور امه او حتى مرته اذا كان متجوز، كلياته عشان الفلوس والمشاهدات. واكيد يعني كل هذه الاشياء تندرج تحت مسمى محتوى عائلي، طبعا اكيد عشان يكون في مبرر للشيء اللي عم بيسووه. واللي انا بصراحة ماني فاهم شو هو المحتوى العائلي، ايش هو المحتوى العائلي، ايش المفروض ينعرض في المحتوى العائلي. في اشياء ممكن انها تنعرض عادي ولو انها بتكون جدا تافهه، وفي اشياء ما بصير تنعرض، خصوصا عندنا نحن كعرب. فما بالكم لو المحتوى العائلي هذا اكثر ناس بتتابعه هي الاطفال، ما بالكم بالتاثير اللي ممكن يصير بهاي الاطفال. إيه الله يرحم، بس لما كان محتوى الاطفال الوحيد اللي بنتابعه هو سبيس تون، طلعونا على بقره قسما بالله. كنت حافظ جدول الضرب وانا عمري 8 سنين بس، لا مو بس هيك حتى، يعني كانت فصاحتي في مستوى ثاني من البلاغه حرفيا. يعني لو حدا سالني شيء برد عليه بالعربيه الفصحى والشعر، لدرجه كانت الناس تنصدم وتقول لي يا حبيبي من اين لك هذا؟ كيف انت ولد طفل صغير عندك هذه الفصاحه والبلاغه في الكلام؟ ايه الله يرحم هذيك الايام. بس اما اليوم بتلاقي الطفل بتابع هاي القنوات اللي بتسميها محتوى عائلي، وحرفيا هي عباره عن تصوير اليوم الطبيعي. والله ما في اغبى من هيك، لا فائده ولا اي شيء. بتلاقي واحد فينا مطلع مرته وقاعد عم بيصور وهم بالمطبخ ولا هم بغرفه النوم. انا ماني فاهم وين المحتوى العائلي بالموضوع، وايش راح يستفيد الطفل لو تابع هيك اشي. لا ومو بس هيك، من كتر مرض المشاهدات عادي يصور مراته على السرير، عادي انه يسوي اشياء تانية تعتبر يعني، وانا اسف على هذه الكلمة، دياثة يعني. فيب على العموم اليوم بنشوف هذا المحتوى وبعطي رأيي فيه، وكمان راح نشوف رأي ماكس اتش دي او عمر زردية عن جزء أو جانب من الناس اللي بتصنع هذا المحتوى. لكن قبل ما نبدأ المقطع أكيد هاي أجمل التعليقات من آخر مقطع. والآن حط لايك واشترك. يا أخي في شيء مزعلني منكم حرفيا، يعني ليش في أكثر من 97% من الناس اللي بتتابعني مو مشتركة؟ يا حبيبي اشترك، والله لو الكل اشترك لحتى بكرة نوصل 100,000 مشترك. يب اشتركوا في القناة يا جماعة الخير، خلونا نجيب الدرع بقى حلنا. والآن خلونا نبدأ. طيب بالبداية راح أورجيكم مقطع واحد كامل قياس، لأنه حرفيا حتى هذا المقطع راح يكون فيه كتير تغبيش إذا ما كان مغبش بالكامل، فما في فائدة إني أعرض لكم أكثر من مقطع ونعمل ردة فعل على أكثر من مقطع، وبالنهاية يكون المقطع مغبش بالنسبة لك يا عزيزي المتابع وما تفهم منه إشي. فلذلك بعرض مقطع واحد بس، وأنتم حطوا ببالكم إنه أكثر من 90% من الناس اللي بتقدم نفس هذا المحتوى تقريبا نفس الإشي حرفيا. النسبة اللي ما بتسوي هذا الشيء قليلة جدا، واللي هو إنه يطلع مراته ويجيب من وراها مشاهدات. خلونا نشوف المقطع. احسن تيجي تفضي الاغراض تحطيهم هون على الخانه واعطيها هون، بعدين انا مرتبها عادي ما بيأثر. ايوه طيب يعني حرفيا انا بعد ما شفت المقطع هلا في سؤال خطر في بالي، سؤال واحد بس، اتمنى اي حدا يجاوب لي عليه بالتعليقات. وين المحتوى بالموضوع؟ وين المحتوى بالموضوع؟ هل هو محتوى للبالغين؟ لا. هل هو محتوى للاطفال؟ لا. هل هو محتوى للمراهقين؟ لا. ما في محتوى بالموضوع. مصور مرته وهي قاعده عم بتضب اغراض البيت او اغراض السوق، او انا ماني عارف شو هي قاعده عم بتضب، بس ما في اي شيء تاني، ما في اي محتوى بالموضوع. والله راح انجن يعني، حرفيا صار لازم اجيب دوره وتدور معانا على المحتوى اللي قاعدين عم بيقدموه. يعني هاي لقطه صغيره او مقطع صغير وانا ماني فاهم اساسا كيف هذا محتوى عائلي. هل هذا هو المحتوى العائلي اللي بيجيب ملايين المشاهدات والناس بتركض انها تسويه؟ ما في اي شيء تاني غير الذنوب؟ يعني مالي مستوعب. استغفر الله العظيم، يعني ذنوب على الفاضي والله العظيم. طبعا لا تفكروا انه بس نور وعصام اللي هيك محتواهن، انا جبت مقطعين بس بشكل عشوائي، في مقاطع تانية ولكن زي ما قلت لكم ما راح تنعرض لانه مثل ما شفتوا المقطع مغبش وما راح تفهموا اساسا منه شيء. بس حرفيا مو بس نور وعصام اللي هيك محتواهم، بالعكس في قنوات كثير نفس الشيء ونفس الدياسه، وانا اسف على هاي الكلمه بس هذا واقع للاسف. المهم انه فكره هذا المقطع اجتني بالكامل من لما شفت ستوري ماكس اتش دي او عمر اللي هو عمر زراديه، وخصوصا لما نزل هذا الريل اللي تكلم فيه عن زواج العرب والاجانب. خلونا نشوفه مع بعض. في هبة صايرة عندنا عند بعض المشاهير العرب الفترة الأخيرة، ها؟ يا إخوان شوفوا وتعلموا. ملتي مليونير مستر بيست، ها؟ ملتي مليونير، يقول لك استأجر الولد ده الأهرامات يومين من الطناخ. لما جاب يتقدم لحبيبته يتزوجها، يعني شوية كده اجتماع عائلي في بيتهم. شوف الأم، شوف جالسين في البيت كده، هل تتزوج؟ انتهى الموضوع. ولو نركز الأم موجودة، ها يعني تقدم لها قدام أمها بالأصول يعني. حتى شوف بالبيجامة قاعدين بيتهم قربع ودين أمه بس مبسوطين، الموضوع عفوي. وهل تتزوجيني؟ قالت موافقة. والله مبدئيا انا بتفق معك يا عمر بكل شيء حكيته،
بكل ما قلت أنا أتفق معك. ومع أنه عمر ما كان بيقصد أي حدا معين ولا كان في باله أي شخص، ونزل المقطع بس من باب الضحك أو النكتة، يعني من باب الكوميديا، أنه نحن العرب نبالغ بالمواضيع بينما الأجانب لا. ومع ذلك في كثير من صناع المحتوى العرب اللي عملوا نفس هذا الإشي بالضبط، واللي هو أنه دفعوا ملايين وصار في تبذير بشكل مو طبيعي بالأعراس أو بالخطب اللي سووها. وكل هذا يعني ما كان بيحتاج أنك تروح تدفع مليون على صالة و600 ألف على ما بعرف إيش، يعني هذا كلياته بالنهاية تبذير. فهاي الناس اللي عملت هيك تضايقت وراحت وكلمت عمر أو ماكس اتش دي. وأنا توقعاتي إنه ممكن يكونوا هدول الناس هم مثلا أسامة مروة اللي سوى خطبة ودفع هذيك الحسبة وصار ترند بكل الوطن العربي وبكل الناس صارت تحكي فيه، وأنا مالي عارف ليش، يعني حرفيا مالي عارف ليش وشو السبب. فخلونا نشوف الستوريات اللي نزلها عمر بعد ما هدول المشاهير كانوا زعلانين منه وتواصلوا معه. الريل الأخير زعل مشاهير وناس كثير، وبصراحة يعني هو أنا متفهم إنه وصل لناس ما يتابع عمر وما يعرف أسلوب عمر وما يعرف إنه عمر بيطقطق وزي كذا، فأنا ما كنت ماخذ الموضوع بجدية. إلين قريت بعض التعليقات، لا يا جماعة وقف، والله إذا نبغى نتكلم بجد، إذا بنحط الطقطقة على جنب دقيقة يا إخوان، والله بعض المشاهير اتمادوا، بعض المشاهير زودوها على عيني وراسي، والله تبى تفرح أنت وزوجتك الله يهنيكم ويبارك لكم، بس مو شرط تدخلوا الأمة العربية معاكم غرفة النوم، مو شرط المبالغة في التفاصيل اللي قاعدة تشارك في السوشيال ميديا بينك أنت وزوجتك. معليش والله في كثير من صناع المحتوى يعني زودوها في محتوى يقول لك محتوى عائلي، محتوى زفت ايش العائلي ذا اللي كله تقليد للأجانب، ما بقى إلا تبوسوا بعض قدامنا وبعضهم سووها بجد والله اللي على راسه بطحه يحسس عليها زبد يا اخوان. طبعا مثل ما حكيت لكم في اكثر من حدا حسيت انه عمر او ماكس اتش دي بيقصدن او هم اللي تواصلوا معاه يعني بشكل او باخر، اللي هم اسامه مروه، وممكن يكون في اشخاص ثانيين. بصراحه انا بصراحه محتوى الاعراس والعائلات ما لي متابع ولا ملم له بالمره بتاتا، ولكنه بالنهايه شيء وموضوع انا بيستفزني لانه في ناس انا بعرفها شخصيا بتتابع هذا المحتويات، وانا بحاول دائما اني اقنعها انه هذا المحتوى ما فيه شيء يتابع ولا فيه اي شيء مفيد ولا حتى فيه اي شيء ممتع. فيب يا جماعة الخير، هذا كان رأيي بهذا المحتوى بهذا الموضوع. ممكن تصير سلسلة لو شفت في ناس أو في ديوثين أكثر على الإنترنت ومنصير نحن نطلع ونحكي عليهم. بكل بساطة هم بيعملوا أشياء غلط ونحن بنجيب مشاهدات. هل هو غلطي؟ لا، هو غلطك أنت اللي طلعت ونزلت مثل هيك محتوى. أنا بصراحة بشوفها أفضل طريقة لحتى تغير من الشخص اللي عم بنزل محتوى غلط. فيا كل شيء بقدر أحكي لكم إياه يعني keep going، وخلونا نجيب مشاهدات على ظهركم وبس. والله عندي طلبين أخيرين. أول شيء انك تنزل تحت على التعليقات وتكتب لي رايك بالموضوع، لانه رايك كثير مهم. ولو حابب تكتب لي اي شيء بشكل خاص روح على الانستغرام تابعني هنيك وارسل لي رساله وانا راح ارد عليك شخصيا. فيا تابعني على الانستغرام لا تنسى هذا الشيء. واكيد الطلب الثاني اشترك في القناه يا اخي. والله موضوع انه 90% او اكثر من 90% مو مشتركين بالقناه موضوع زعجني. تخيلوا لو كنتوا مشتركين يا جماعه الخير، كان عندنا الان ذراع ال100,000. فاشتركوا خلونا نوصل 100,000 مشترك بأسرع وقت ممكن. وبس والله لا تنسى رابط حسابي بالإنستغرام بتلاقيه تحت بوصف الفيديو. كان معكم داي وبيس. مهما طال الزمان وأبعدتنا المسافات يبقى فينا الحنين خيطا يلف قلوبنا. قد آن الآوان لننون أحلى الأمنيات.